اهلا بيك ابو الصحاب في اول فيديو ليا على القناه. يا ريت يعني تدعمنا باللايك الجميل وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وخلينا نبدا الانمي. بيبدا الانمي بتاعنا بطلنا هيبكي وهو بيجري من الوحش، وهو بيقول يا ريت حد يعرفني ايه الكائن الغريب اللي بيجري ورا منه. فبيطلع له النظام وبيقول له ان الكائن اللي بيجري ورا منك ده فهو ارنب ذكرون، وبيسكت النظام على كده. فهو بيقول في نفسه هو الظاهر ان الواحد من كتر الجري بدا يهلوس وبيفتكر حاجات غريبه، وفجاه بيتكعبل والوحش بيستغل اللحظه دي وبيهجم عليه. ولكن الهجمه بتيجي في الشنطه وهو بيقع الوحش بيخلص عليه. صدف والله صدف يا صاحبي. وهو طبعا بيصحى وبيكون قلقان لا يكون الوحش هيخلص عليه، وبيلاقي ان هو خلص على الوحش. فبقول يا ترى بقى اكيد الواحد يعني هيحتاج الوحش ده وهيحتاج ان هو ياكله، بما ان هو جه في مكان غريب مش فاهم في اي حاجه. فبيطلع له النظام لتاني مره وبيقول له ايوه ان الاكل ده صالح وينفع تاكله. فبقول والله كويس في نظام وفي دنيا، بس انا مش عارف انا جيت العالم ده ازاي. وبيحاول ان هو يفهم اكتر. فبيقول له النظام طب قيم لي كده الارض. فبيقول له ان هي ارض. طب قيم لي اللي فوق. فبيقول له ان هي سما. طب قيم لي نفسي. فبيقول له انك انت اسمك هيبكي ومستواك هو واحد، وانك انت مش من العالم ده وانك انت من عالم تاني. فبيرد عليه وبيقول له طب ينفع ان انا مثلا ان انا اروح للعالم بتاعي. فما بيردش عليه. وبنعرف كده ان فيها اسئله ينفع النظام يرد عليه فيها، وان فيها اسئله ما ينفعش النظام يرد عليه فيها. هو بياخد الوحش في شنطته وبيمشي، وبنروح لواحده تانية ماشيه في طريق وبيجي لها صوت وبيقول لها ان في حاجه مميزه في الشمال يا ريت تتجه بسرعه. نرجع تاني لبطلنا وبنلاقي ان هو ماشي وبيكون بيقول على كده اكيد انا جيت العالم ده فاكيد ليا بقى مهارات وقدرات وحاجات جباره. وبيجرب ان هو يعمل اي حركه، ولكن بيجي هنا الصدمه ان هو ما بيظهرش ليه اي حاجه. وبيقول انا كنت عارف ان ده هيحصل، وبيكمل مشي. فبقول بقى بما انها كده اكيد هيكون في اي حاجه ودليل ان انا اطلع من هنا. فبيكلموا النظام وبيقولوا ان في فعلا دليل وفي خريطه. فبقول بس يبقى الخريطه وهلف في العالم وهكتشف الدنيا. وبيفتح الخريطه ولكن بيلاقي ان هو اصلا كلها خطوط وهو مش فاهم فيها قد كده. وبقول هو ايه ده، هو ده الخط اللي انا مشيت فيه صح؟ فالنظام بيرد عليه وبيقول له اكيد هو ده الخط اللي انت مشيت فيه. فبيقول اه كده تمام انا هرجع تاني مكان ما جيت. وبيحاول يرجع ولكن بيلاقي ان في لعاب نازل عليه، فبيبص فوق منه وبيبقى هيعملها على نفسه. والوحش كمان بيتخرع، ولكن مش بيتخرع من صاحبنا ده، بيتخرع من الهجمه اللي جت خلصت عليه. وبنعرف ان الالف اللي احنا شفناها من شويه جات له وانقذته. فبتقرب منه وصاحبنا بيبقى مش مصدق اللي قدامه، فبيشكرها على اللي هي عملته. وبيقول لها بيبقى متوتر ومش عارف يقول لها ايه. فبقول لها انت اسمك ايه؟ فبتقول له انا اسمي ايميليا. هو بيقول لها انا اسمي هيبك. فبتقول له انت يا ابني جيت العالم ده ازاي او ايه اللي وصلك للمكان المجهول ده؟ فبقول لها مش عارف. فبيكون هيجيب لها غلطه بسبب ان هو مش عارف اي حاجه في العالم ده ولا حد هو جه هنا ازاي. بقول لها ذات نفسي انا ذات نفسي مش عارف انا جيت هنا ازاي، فلو انا عارف يعني كنت زمان طلعت من هنا فين. فبتقول له انت عارف انك هتطلع ازاي من الخريطه او المتاهه اللي انت جيت فيها دي؟ فبتقول له لا. فبتقول له خلاص اتبعني وانا عارف انا هوصلك لفين. وبيروح يشوا الوحش اللي صاحبنا اصطاده او بياكلوه او بيناموا على كده. وصاحبنا في بالليل بيصحى وبيفتح النظام وبيقول انا لازم اعرف كذا حاجه عن العالم ده واعرف اخصائيات النظام اكتر من كده. فبيبدا يفتح النظام ويشوف حالته وبيلاقي ان هو اسمه هيبكي زي ما احنا قلنا، وانه مستواه هو واحد ومهنته لسه ما اتحددتش، واللي مكتوب على مهنته حاجه غريبه وان هي مقيم مؤقت. المهم بيجي تاني يوم وبيصحوا هما الاتنين وبيكملوا ماشي زي ما هما. وهما ماشيين بتقول له طب وانت على كده مهنتك ايه؟ فبقول لها مش عارف. فبتقول له ازاي يعني انت ما تجيبليش مرض ازاي في حد مش عارف مهنته؟ فبتقول له حتى انت عارف يعني نقابه؟ فلسه هيرد عليها بتقول له اكيد انت مش عارف. وهي ماشيه بتقول له طب انت معاك مهاره ايه؟ فبيقول بالصدفه والله خريطه يعني انا اقدر اشوف الخريطه. فعينها بتلمع وبتقول له ياه ازاي يعني انت معاك خريطه؟ يعني دي حاجه مميزه. فبقول بس هي دي حاجه مش هجوميه يعني اكيد ملهاش لازمه. بتقول له يا حزين ده انت الناس كلها تتمنى ان هي تنضم لك لان بالنسبه للحاجه ديت فدي حاجه مهمه قوي، بس فعلا هنعمل ايه الواحد جاهل هو ما بيفهمش وما بيعرفش اي حاجه. فطبعا الكلمات دي بتنزل على صاحبنا زي الصاعقه. المهم فجاه فبيقول لها خلي في علمك تقريبا في ارنب ذكرون بلورات حاجه زي كده. فاول ما بتسمع الاسم بتقول له دلنا عليه بسرعه وبتشده كده من قفاه وبتقول له يلا بسرعه نجيبه ده الارنب ده ليه فوائد كتير واول ما ناخده ونبيعه هيجيب لنا فلوس ياما. فبيبص لها باستغراب ويقول لها البت دي شكلها بتاعت فلوس تقف معاه. وبتقول له بقى ايه طب قبل ما تصطاد الوحش بتقول له ينفع ننضم كفريق؟ ولكن بترجع في كلامها تاني عشان ما يبقاش ان هي اللي عايزه صاحبنا. فصاحبنا بيقول لها انا ما سمحتش انت قلت حاجه. فبتقول فعالي بقى لا انا لازم اصطاد الارنب ده الاول واحسس له ان انا حاجه قويه وهو يجي لي بقى ويطلب مني، وساعتها انا ايه اتمسكن عليه واقول له قول لي ومش قول لي. وبتسرح في خيالها كتير وبترجع للواقع تاني. هو بتجهز هجمه قويه يا صديقي المشاهد وبترزع الارنب، ولكن الارنب ده بيهرب منها. فهي طبعا بتبقى شكلها وحش. فبطلنا بقول لها بصي انا شفت حاله الارنب ده وان الارنب ده اول حاجه ان هو عنده مهاره الهروب، ان هو يقدر يهرب من اي هجمه الا لو كان انك انت بتهاجميه في وقت هو بيهاجم فيه، وان هو غبي جدا ده اللي انا شفته. فبتقول له طب وازاي هنستغرب؟ بقول لها بسيطه انت هتعمل له مثلا سحر وهم او اي حاجه من اللي هي القدرات اللي عندك ديت، وان انا بقى هبقى انام له في المخرج الوحيد بتاعه وكده. وبيشرح لها او بيبداوا ينفذوا الخطه. الارنب مره واحده بيلاقي ان في حبل فبيفضل يجري ورا الحبل ده لحد ما بيوقعوا في الفخ، ولكن ما بيهجموش عليه
عليه وبيستنوا الفرصه المناسبه لحد ما بيلاقي صاحبنا وجبه سهله وبيجري عليه عشان يخلص على صاحبنا، وفجاه يلاقي هجمه في وشه وبتخلص عليه. وطبعا بعد ما بياخدوا الغنيمه الحلوه ديت بتشكر بطلنا بطلنا هيبكي وصاحبتنا ايميلي بعد ما بيخلصوا على الوحش وبينتقلوا للمدينه، وبيسالها بطلنا هيبكي وبيقول لها هو تقريبا الجوهر اللي معاكي ده هيعمل كام؟ فهي بتقول له هيعمل 200 عمله ذهبيه، وبتقول له خلينا نروح للنقابه عشان نبيع الغرض اللي معانا، وبيقول لها تمام. وبيروحوا النقابه وبيكون في مجموعه من المغامرين واقفين، فبيرحبوا طبعا بصديقتنا ايميلي لانهم عارفينها، وبيقول لها غريبه انك تجيبي شخص معاكي، فبتقول لهم ان ده صديقي وان انا اتعرفت عليه وانا جايه، فبيقول لها تمام. وبيسيبوا المكان وبيمشي. وطبعا بنعرف ان المجموعه دي تسمى بالعالم الفضي، وان القائد بتاعهم بيودع صاحبنا هيبكي وبيقول له بالتوفيق يا مبتدئ، وبيسيبه ويمشي. فصديقتنا ايميلي بتخش على صاحبتها على طول وبتقول لها اهلا جويت، وهي كمان بتسلم عليها وبتقول لها ان انا عايزه غرفه خاصه. ومعنى غرفه خاصه يا صديقي ان هي تقابل رئيس النقابه، وبتخش على رئيس النقابه. وصاحبنا اول ما بيشوف رئيس النقابه بيتصدم بان هو مفتول العضلات واكنه شاف شبح ابو الصحاب، وبيقول له ايه ده يا عم الجسم الجامد ده. فرئيس النقابه بيتباهى طبعا بما ان في حد يعني عجب بيه وكده. فطبعا صديقتنا ايميلي وصاحبتها اللي جنبيها ما بيطقوهمش الاثنين على بعض من العبط اللي بيعملوه ده ابو الصحاب، فبيرش عليهم مانا او بيعملوا سحر وبيتلجوهم مكانهم. فطبعا ايميلي بتخش في الموضوع على طول وبتقول لرئيس النقابه بص احنا اصطدت وحش وطلعته مني ديت، فخد قيمها وادينا صاحبي فلوسي. وبقول لها ان هي هتكون عامله 400 قطعه نقديه ذهبيه. فصاحبنا بيصطدم من السعر الضخم ده، ولكن هنا الصدمه الاكبر يا صديقي ان ايميلي ما بتوافقش، وبتقول له يا عم ده من 3 سنين انت اديتهاني ب 233، يعني دلوقتي نقول هتعمل 800 قطعه ذهبيه. بقول لها هو انت واقع في الحساب ولا ايه؟ ماليش دعوه انا مش هتنازل عن 400. وبتقول له خلاص هروح ابيعها بقى في نقابه تانية والامبراطور وكده يعني. فهو طبعا بيرجع في كلامه وبيفضلوا يشاجروا مع بعض، فهي بتقلب له على الوش التاني وهو طبعا بيرجع لورا لانه مش ناقص يتخانق مع ايميلي بالذات لانها معروفه بالصحاب بجمدانها. فهي بتقول له انجز بقى وهات الخلاصه. فبقول لها 700 قطعه ومش هقدر ان انا ازود عن كده. فهي بتوافق وبترجع للوش التاني الطبيعي بتاعها وبتقول له تم عقد الصفقه بنجاح. وبتاخد صاحبنا وبتطلع من المكان وهي ماشيه معاه بتجيلها جواب وبنعرف ان العشيره بتاعتها عايزاها. بنروح مكان تاني يا صديقي وبنلاقي ان في فتاه ما نعرفهاش وبتكون ماسكه صوره بطلنا وبتقول كل ما اروح في مكان ما الاقيكش اكيد هلاقيك في يوم من الايام. نرجع بقى لاصحابنا وبنعرف ان ايميلي للاسف هنا وهتسيب بطلنا لانها في مهمه خطيره وما ينفعش ان هي تاخده معاه. فهو طبعا بيشكرها على كل مساعدتها والحاجات اللي هي اديتها معاه. فبتقول له بص انا هنا جهزت لك حاجتين، واول حاجه ان صاحبتي جوي هي نائبه رئيس النقابه، فلو عوزت اي حاجه او عرفها حتى انك انت هتروح فين عشان لو رجعت ابقى اقابلك واعرف انت فين. بقول لها تمام. اما تاني حاجه فانا سبت لك المكان اللي انا بستريح فيه او اللي بنام فيه، فانت روح برضك وارتاح هناك ومالكش دعوه باي حاجه. فهو بيشكرها وهي بتسيبها وبتطلع تجري لانها مكسوفه بالصحاب وشكلها وقعت في دباديب بصاحبنا او مهم يعني، وهي متسرعه كده فبتخبط في واحده. هو بنتفاجئ ان الواحده ديت اللي كانت بتدور على صاحبنا وبتقول لها المعذره انت شكلك كنت مستعجله. بتقول لها اه عشان انا رايحه مدينه زلفانه وهروح هناك لحاجه تانية. فبتقول لها والله عجبا الصدف انا هروح معاك انا كمان لان انا رايحه المكان ديت. فصاحبتنا ايميلي بتوافق لانها طيبه يعني. نرجع بقى لصاحبنا وبنلاقي ان هو مدد على السرير ويقول يا زمن لما الدنيا بتيجي عليا انا اتنقلت للعالم ده ليه؟ حد يعرفني ابوس ايديكم. بنروح لمكان تاني وبنلاقي ان الملك اللي بعت بطلنا للعالم ده بيكون اصلا شايف بطلنا وهو اللي نقله وبيكلم بطلنا وبيقول له بص يا ابن الحلال انا اللي نقلتك هنا وانا عارف دنيتك فين. ولكن بطلنا ما يكونش سامع منه حاجه. نرجع بقى لبطلنا ونشوفه وبنعرف النظام اكتسب مهارتين، المهاره الاولى وهي العقل، المهاره الثانيه وهي قراءه الكتب المعالج، ان هو يقدر يعالج اي حد بمعنى اصح. بيقول طب ما انا عايز اجني المال وعايز اقاتل مفيش مهارات قتاليه كله كده تعب في تعب، يلا بقى انا هصحى تاني يوم اروح النقابه. وبيكون جه تاني يوم وبيروح النقابه فعلا زي ما قال وبيروح لصاحبتنا جو وبيقول لها ما تشوفي لي بنتي اي مهمه كده تكون خفيفه تمشي الحال. بتقول له بحالتك دي فانت كده كده ميت لا محال. فهو طبعا بيصدم ولكن بيكون هو عارف اصلا ان هو مش هيقدر ان هو يقتل اي وحش لان النظام هو جاي في الطريق قال له انك انت يا صاحبي تجنب المعارك. ولكن الصدمه الكبرى لما بيخش عليهم الفريق العالم الفضي وبنعرف ان الرئيس اللي قال لصاحبنا بالتوفيق يا مبتدئ هو اللي مصاب، ومش مصاب بس اصابات عاديه لا ده دراعه ورجله كانوا طايرين، وده بسبب معركه خشاها كانت كبيره ويا دوبك هم نجوا من المعركه ديت باعجوبه. وبيسالوا عن رئيس النقابه لان هو الشخص الوحيد اللي هيعرف يعالجه، ولكن هي بتقول لهم جوي ان هو اصلا مش هنا وان هو لسه مغادر. هم بيبقوا قاعدين وقلقانين لان ده صديقهم المقرب. فبطلنا بيتدخل بما انه معاه مهاره العلاج وكده وبيقول لهم ينفع ان انا يعني احاول اساعدهم. فبيبصوا له كده ولكن ما بيدهم حيله وبيوافقوا اي امل يشعبطوا فيه. وصاحبنا بيبدا يكشفوا للنظام والنظام بيقول ان هو مصاب بجروح
خطيره وان العلاج العادي مش هينفع معاه ولازم العلاج الفائق ابو الصحاب. فبقول له طب وانت مستني ايه، يلا بينا ننقذ حياه المغامر ده. ولكن بيوقفوا لان نقاط المنع بتاعته قليله وهي 56. فبطلنا في اوبو لحد هنا بيعرف يستعمل العلاج الفائق ولكن كلهم بيسكتوا وما بيردوش عليه. فهو بيقف وبيبقى زعلان ان هو هيسيب شخص يروح من ايديه من غير ما ينقذه. ولكن النظام بيفكروا ان هو معاه مهاره العقد، ان هو يقدر ياخد مانع من الناس اللي حواليه. وبيقول لهم مفيش غير حل واحد بس، ان انا ابرم عقد مع الجميع. او فعلا بيبدا يعمل كده واشعه صفراء بتبدا تطلع منهم كلهم. ولكن مع ذلك برضك ما بتكفيش. فبتتدخل جوي وبتقول انا هساعد وهي كمان بتساعد. واول ما بتساعد بطلنا بيتوهج بالقوه السحريه الجباره اللي الكل بيتصدم منها من قوه ما هي بتضيع. بترجع ايده ورجله بافضل حالاته. ولكن بسبب كده فبطلنا بيغمى عليه. تكون جات له جوي وهو بيقول لها ما فيش اي حاجه، انت ليه تعبت نفسك وجيت له. فهي بتشكره لان اللي ما يعرفوش بطلنا اللي هو انقذه ده يبقى اخوها. فهو بيصدم لان يعني ازاي هو بشري وانت مثلا كده. فبتقول له لان امنا اصلا مختلفه، انا عندي ام وهو عنده ام وملناش دعوه صديقي بقى بالحاجات دي. المهم يعني ان هي بتشكره وهو بيشكرها وبتسيبه عشان يرتاح. نروح لمكان تاني بقى وبنلاقي ان في وحش غريب وبيكون بيحمي فتاه وبيقول ان اللي هيقرب مني هخلص عليه وما بنعرفش هو بيحميها من ايه. بنشوف بطلنا بعد ما هو رجع من النقابه وبيكون بيكلم عمنا كالونيا وبيقول له بص انا عايز حراس سحريين او يكونوا اقوياء. فبقول له يا باشا اوامرك عندي، ولكن الريحه الحلوه اللي طالعه منك دي. بقول له يا عم ابعد عني يا عم، في ايه، انا ما عملتش حاجه غلط. بقول له اصلا انت الريحه ديت يا اسطى مش اي ريحه بني ادم. بقول له ما ريحه حيوان يعني ولا ايه، ما تظبط كلامك يا عم. بقول له يا عم خلاص. هو بياخده وبيروح عند المغامرين اللي هيفرجوا عليهم، ولكن كلهم بيكونوا شويه عضلات منفوخه ما لهمش 60 لازمه. فبطلنا ما بيعجبهمش الكلام ده. فبقول له طب تعالى بقى اما افرجك على الناس التانيه اللي اكيد هتعجبك الحاجه اللي ما حدش شافها. بقول له هو ده الكلام، ولكن يا اسطى الريحه الجامده دي. بقول له يا عم ده كله عشان خدت شاور بس قبل ما اكلمك. بقول له ان كان كده ماشي يلا بينا نمشي. وبروح عند زنزانه غريبه وهم نعرف ان الزنزانه ديت فيها اتنين، بيكون فيها الذئب يا صديقي والفتاه اللي هو بيحميها. فطبعا بيبص لهم فالذئب بيكلمهم بطريقه وحشه. وبقول له انت ياض انت ايه اللي جايبك هنا، يلا اتكل من هنا عشان ما ازعلكاش. بقول له يا عم اسكت ده انت دراعتك حتى مش موجوده. بيكلم عمنا كالونيا وبقول له هو ايه اللي حصل مع الاتنين دول. بقول له يا ابن الحلال ده ذئب ودي فتاه، فهو كان بيحميها لان هي بتخرج عن السيطره من السحر وبتتعصب وبتكون خايفه يعني وكده، وهو بسبب ان هو حماها كتير فاتصاب وده اللي حصل معاه. وبما ان بقى لازم الناس ديت تتحكم عليها العقوبات فاحنا جبناه هنا لان هو اصلا مش شرير بس لازم يتحكم عليه. بقول له ها انا كده فهمت. فبيفعل عليهم عين الحقيقه فبيلاقي ان الذئب مستواه 95 حرفيا يا صديقي. فبيصدم فبيروح يفعل على الفتاه فبيلاقي ان هي حاكمه او تبقى من سلاله حاكمه السحر اللي هي عندها سحر جبار لا متناهي، ولكن عيبه ان هو بيخرج على السيطره. فبقول ان كان كده بقى فخلاص انا هاخد الاثنين دول. بقول له اصلا خدهم بسرعه ومشي من هنا اصلا انت ريحتك جامده بفتيك. بقول له يا عم الله يرحمك سيبني بقى ان انت راجل تصرفاتك غريبه. وباخد الاثنين وبينتقل على الغابه وبيكون الاثنين واقفين. فالذئب بيتكلموا وبقول له بقول لك ايه انت جايبنا هنا ليه. فصاحبنا بقول له يا عم هدي نفوس، انا مش جاي ازعل ولا اعور، انا جاي اتفاهم معاكم انتوا الاثنين. بروح للفتاه وبيقول لها خلي في علمك انا اقدر ان انا اعالج لك الذئب ده، ولكن لازم طبعا ان انا استعين بيكي بالسحر اللي عندك لان زي ما احنا عارفين يا صديقي فسحر بطلنا قليل. فهي بتقول له اي حاجه ان انا اساعد الذئب فانا هعملها. فالذئب بيكون لسه هيعارض ولكن الفتاه بتسكته لان هي عايزه ترد له جميل من الجمال اللي هو عاملها معاه. المهم بيعمل مع صاحبتنا العقد وبيبدا ان هو يفعل الشفاء اللامتناهي بتاعه. وفعلا ايدي الاثنين بيرجعوا زي ما هي وحالته بترجع احسن من الاول. فبيكون مستغرب وبيشكر بطلنا بيبص له بصه ثانيه وبيقول له انت هتضحك عليا، انت لسه ما تعفتش من التعويذه اللي عليك. فبيبقى مستغرب الذئب وبيقول له ازاي انت عرفت الحاجه ديت، يبقى انت ممكن من عالم تاني. فبطلنا بيقول له ازاي انت عرفت الكلام ده. بيقول له لان برضك انا من عالم تاني وان اي واحد عنده قدرات بتاعت حكام فهو من عالم تاني برضك. ومعنى حكام دي يا صديقي ان العالم ده بيتقسم ل8 حكام وان 8 حكام دول تقريبا بيبقى كل واحد جاب له واحد من عالم اخر وهكذا وما هكذا. المهم يعني نكمل حكايتنا ابو صحاب. ولكن بطلنا بيقول له خلينا نبدا نعالج اللعنه اللي عليك عشان تشفى على الاقل ولو شويه وترتاح. فبيبقاش مصدق ان هو هيقدر يفك اللعنه اللي عليه لانها حرفيا مقيده من كل مكان في جسمه يا صديقي. وبقول تفعيل فك اللعنه المستوى الاول بتبدا اللعنه ان هي تظهر على صاحبنا الذئب اللي ما نعرفش اسمه لحد دلوقتي. المهم يعني وبيبدا ان في مقص فوق كبير ضخم بينزل على الراجل والراجل بيبقى بيتألم جامد. فبطلنا بيكون خاف وقاعد يقرا على اخره لا يكون خلص عليه ولا عامل له حاجه. وبقول له اسطى بالله عليك ما
تموت ولا يحصل لك حاجه، انا لسه جاي ولسه عايز اشوفك وقدراتك الجباره. ولكن بيبتسم له الذئب وبيقول له يا عم انا تمام وافضل حالات يا اسطى، ايه الجمدان ده؟ اما لو اتفك عليا كله انا هبقى عامل ازاي؟ وبيشكره وبقول له بقول لك يا صاحبي انا عايز اكون تابع ليك. فبقول له يا عم انا اسمي هيبك يا عم، انت ما تلخبطش الاسامي، انا عايز يا اسطى اكون تابع ليك. فبيكلموا النظام وبيقول له معنى تابع ان هو يكون مخلص ليك مدى الحياه. فبيقول له ما قالوا احنا ليه نمنعه، يلا بينا. وفعلا بيبدا ان هو يعمل العقد ما بينه وما بينه عشان يفضل تابع ليه ومخلص ليه مدى الحياه. هو بيسميه من هنا صديقي شنكار، هو كده بقى اسمه شنكار رسمي ما فيش كلام. اما البت الصغيره فهي اسمها نانا، وبيمشوا من المكان ده وهم ماشيين فبيقفوا فجاه وبيقول له بطلنا قال انا عايز اسالك على حاجه عن قصه الفتاه ديت. فهي عندها قدره جباره او ان هي ما بتقدرش تتحكم في السحر بتاعها. فبقول له يا عم ديت حاكمه السحر هي اللي اديتها المهاره ديت، ولكن هي مش قادره تتحكم فيها. وبقول لي الحاكمه الشريره ديت نروح عند بقى الحاكم اللي فوق اللي هو جاب بطلنا، وبنلاقي ان حاكمه السحر واقفه له وبتقول له ده انت ليلتك سودة عشان انت سويت واختي مع الواد اللي انت جبته. نرجع لبطلنا وبنلاقيهم ان هم كلهم مجتمعين لان بطلنا قرر ان هو يبدا يساعد الفتاه، ولكن هو هيساعدها ازاي وهو مش معاه اي مهاره؟ بنعرف بقى ان الحاكم اللي فوق عشان ما يتنفخش لانه قاعد يتعجن حاليا وصاحبنا قاعد يسمع صوته من فوق وبيستغرب الذئب وبقول له اصلا انت بتكلم مين؟ بقول له اصلا انا بكلم النظام او بكلم الحاكم اللي فوق. فبيبقى مستغرب لان القدره دي جباره وما بتمتلكش مع اي حد، وان اللي يديك القدره دي يا صاحبي يبقى تعب بمعنى صح. فصاحبنا الحاكم اللي فوق بيكلمه وبقول له وصراحه يعني مش قوي انا بس تعبت حبتين وخلاص. انا بطلنا واقف قدام الفتاه اللي اسمها نانا وبنعرف كلمه السحر اللي هي بتكلمه حاليا بتقول له بقول لك ايه نفذ اللي بقول لك عليه فعل مهاره العلاج الفائق وديت اصلا انا اللي مديها لك. فبطلنا بيستغرب لان كده في حكامين اتنين بيديله مهارات من مهاراتهم وهو بيسمع كلامها او بيبدا يعمل كده وبتطلع ارنب ولا من عارف ايه ده صديق صغير وبيكون شكله لطيف وبيقول لهم اهلا بيكم انا اسمي سيوم. ان صاحبتنا ان انا اول ما بتشوفه بتاخده بالحضن وبتقول له تعالى وبتبدا ترش له هو صراحه بيبقى منشكح وبطلنا بيروح يقرب منه عشان يلعب معاه. اما صاحبنا شنكار من ورا بطلنا فبيطلع حاله جباره فبطلنا يبص ما يلاقيش حاجه، يطلع حاله جباره بطلنا يبص ما يلاقيش حاجه، يطلع حاله جباره بطلنا يبص ما يلاقيش حاجه. في اخر ما بيزهق بيبص له بقول له يا عم انت هتفضل تروشني انا حاسس ان في حاجه غلط بتحصل ورا منه. فبيتعصب مره واحده بقول له انا عايز اكل القطه دي. ايه ده يا اسطى انت مش كلب عشان تجري ورا القطط بقى وبتاع؟ بقول له ليه يا اسطى هي هتاخد مكاني وانت قاعد تحسس عليها وانت يا اسطى انت عقلك صغير. المهم صديقي بطلنا بيهديه في الاخر وهو بيعتذر له على اللي هو عامله لانه ما تعرفش يا صديقي زي ما علاقه القط بالكلب. المهم هو بيتنقلوا عشان يشتروا معدات وطبعا شنكار بيجيب له رمح ودرع وان انا بجيب لها معده سحريه. اما بقى صاحبنا اللي هو القط فهنسميه المعلم فبيجيب له هو كمان طوق ما هي ما جاتش عليه وبطلنا بيكون روحه تطلع لان هو اللي هيدفع الفلوس وبيخلصوا وبينتقلوا المكان اللي هيتدربوا فيه. واول حاجه بيقولها المعلم ان اللي مش متعلم السحر لازم يتعلمه وعشان يتعلمه لازم يحس بيه او حد يضيف له سحر عشان يحس بيه. فبقول له صاحبنا طب انا مش فاهم اي حاجه. بيقول له روح لعمنا شنكار وهو هيديك المفيد. بيروح لشنكار وشنكار بيمسك ايده وبيقول له غمض عينك وانا هبدا اديك السحر. والمعلم بيقول لشنكار اوعى تزود السحر بدل ما تحصل كارثه، ولكن قد فات الاوان وده اللي حصل. وبطلنا بيتنقل لوعي شنكار وبيكون شنكار والالف مع بعض ولكن صاحبنا هو اللي في عقل شنكار وبيتكلموا شكلهم اصدقاء مقربين. ولكن الغريب يا صديقي ان هم بيتنقلوا المشهد دموي جامد وبيكون الاصدقاء شنكار كلهم مقتولين على يد مين بقى؟ على يد الالف اللي كان قاعد جنبيها. والغريب اكتر ان هي بتبص له كلها بصه من غير اي رحمه. فبقول لها ليه قتلت ده كله وهم ما كانش لهم اي ذنب او ما عملوش اي حاجه او اي مكان؟ ولكن هي ما بتردش عليه وتبص له بنظرات بارده. واخيرا شنكار بيفوق بطلنا من الوعي الخاص بيه وبننتقل بقى لمكان تاني وبيكون في ايميلي واقفين محتارين قدام طريقين فترى يخش شمال ولا يمين. فطبعا بتقترح عليهم الفتاه اللي ورا ان هم يخشوا في الطريق اللي فيه ارواح كتير يمكن يلاقوا كنز او اي حاجه. واول ما بتسمع ايميلي كده فبتتحمس وبيخشوا من الطريق ده. والغريب ان هم بيلاقوا بيت كبير فاضي زي الفيلا كده صديقي. فايميلي والخادمه بتاعتها بيخشوا جوه اما الصديقه التانيه فبتفضل واقفه بره لانها شاكه في حاجه. والغريب ان هم الاثنين بيفضلوا يحلموا بالكنوز وكأن حياتهم كلها اتغيروا ولقوا الكنز. اما اللي بره بقى فبتعرف ان في ارواح كتير في البيت ده وان الارواح ديت ميزتها ان هي بتخلي اي واحد يحلم بالحاجه اللي هو عايزها. وبنعرف بقى ان مفيش اي كنوز ولا اي حاجه وان الارواح هي اللي مسيطره على عقولهم. نسيبهم بقى ونرجع لابطالنا وبتكون الدنيا فل الفل. بطلنا بيتعلم مع شنكار الرمايه وطفلتنا نانا بتتعلم السحر مع المعلم والدنيا اخر فل و10. وبعد ما بيتعبوا كلهم بيقعدوا ياكلوا بيكون اللي حضر الاكل هو بطلنا. وبطلنا بيعرف ان في وحش جاي عليهم فبيعرف شنكار على طول بيجهز نفسه وبالرمح بينهي الوحش الخنزير البري اللي كان جاي عليه. واننا بتستخدم سحرها وبتطهر الوحش من الدم اللي هي فيه. وبطلنا بيستخدم سحره الجديد اللي اتعلمه على عمنا شنكار وبيرجعه كما ولدته امه. كان في كميه الانشكاح وبيخلص اليوم وبيقعدوا قعده رجاله مع بعض وبيقولوا يا جدعان الفلوس اللي معانا كده خلصوا انتوا عايزين نشتروا معدات نشتروا اكل نظبط الدنيا يعني فاحنا لازم نعمل فرقه عشان نقدمها بقى في النقابه
ويكون لها اسم. فطبعا بيقترحوا اسم ايه، فبيقولوا خلاص احنا هنسميها فرقه المطرقعين المطرشمين. لا خلاص هي فرقه المطرقعين هتبقى حلو عليهم. هم بيتفقوا وبيروحوا يقدموا في النقابه وبيتقابلوا وبيبداوا من رتبه اف. وصاحبنا بيجرب كده ان هو يصطاد وحش من الوحوش، ولكن بطلنا بعد جهد وتعب كتير اخيرا بيصطاد الوحش ده. وهنا بيجيب لهم فاكهه تقدر ان هي تتبع اي حد. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا النقابه وبيقدموا الحاجات اللي هم جابوها وبياخدوا مكافئتهم وبيمشوا وبيكونوا فرحانين لانهم خلاص اشتروا كل حاجه. ومين اللي بيقابلهم يا صديقي وهم رايحين؟ رئيس النقابه. وبقول الواد هيبقى ايه يا اسطى، انت عضلاتك مالها مفسفسه، انت مش قايل اخر مره هتتمرر وتعمل عضلات بفتيكه؟ ولا مين الراجل اللي واقف معاك ده؟ اكيد هو ده السبب اللي خلى عضلاتك مفسفسه كده. فبيتعصب شنكار وبيقول له ان مش كل حاجه بالعضلات يا عضله كبيره على الفاضي. فالاتنين على طول بيمسكوا ببعض بسبب ان هم بيتخانقوا على عضلات يا صديقي. وبتيجي نائبه رئيس النقابه وبتستخدم سحرها وبتنهي الموضوع. الاتنين اللي مش راضيين يسكتوا دولت، وبتيجي عليهم واحده كده وبتقول فلوس وفلوس يا ناس الحقوني. فبطلنا بقول مالها الحاجه الغريبه ديت، بيبص على الشنطه بتاعته ما بيلاقيهاش وهو كمان بيقول فلوس وفلوس الحقوني. فبيقرر ان هو يمسك الحرامي ده وبيتذكر في زي فتاه صديقي هو وبنانا وبيقعدوا كانهم نبلاء وحاطين كيس فلوس على اساس يعني ان هم يمسكوا اللص. وبنعرف ان اللص النادله اللي بتقدم لهم الطعام. فبعد ما بتقدم لهم بيبص جنبهم ما بيلاقوش الفلوس. فشنكار بيقول لهم الحقوها يا اولاد اللي قاعدين تاكلوا وتمرحوا وانتم مش واخدين بالكم. وبيتبعوا بسبب الفاكهه اللي هم كانوا حاطينها في كيس الاموال. وبيدخلوا مكان كده تحت الارض وبيلاقوها ان هي كده بتعدي من جنبهم من غير ما هم يشوفوها. فسطلنا بسرعه بيقيمها وبيعرف ان دي الفتاه اللي هي سرقت منهم. فبسرعه بيلحقوها وبيزنوها في مكان كده ما فيهوش اي حد. وبتقول لهم بما ان يعني انكم كشفت هويتي وعرفتوا انا مين فانتم بقى غبيين لانكم جيتوا لحد هنا ورايا. وبتخبط على الباب فبيطلع فخ يا صديقي عليهم بسرعه. شنكار بيلحق بطلنا وبيزق عشان يلحقها. بيطلع يجري وراها ولكن هي بتكون مجهزه له فخ تاني وهو بيقع فيه. وبتقول له نسيت اقول لك مش كل حاجه بتتقيم يا حبيبي لان دايما العقل البشري هو الاذكى على الاطلاق. وبتبص عليه وبتعرف ان هو مش فتاه ده طلع راجل. وبتقول له بقى انت بتخدعني بس انت عيل عسول عشان كده هاخدك معايا تقيم لي شويه حاجات واديك المال بتاعك. فهو طبعا ما بيده حيله فبيوافق وبيروح معاه وبيقعدوا قاعده كده وهو بيفضل يقيم لها الحاجات اللي هي جايبهم لحد ما بيقع على اخر حاجه وهو الصوار. وبيقول لها ان ده ملهوش اي عزا وصور خشبي يعني ولكن مكتوب عليها شكرا لكم يا اختي العزيزه لقد عشت حياه سعيده وانا دائما معك. وهي بتتاثر من الكلام ده وبطلنا بيتاثر معاه هو كمان لان دي اختها اللي ماتت معاها. وبتشكر بطلنا لان هو ساعدها وبتديله الفلوس وبتقرب منه. وطبعا حفظا على سلامتك يا صديقي السنجل فانا مش هوريك اللي حصل. او بيتنقل بطلنا عند اصدقائنا او بيكونوا قاعدين مع بعض وبيقولوا له ايه اللي حصل وانت عملت ايه. بقول لهم صراحه قابلتها وهي ادتني المال بسبب ان انا ساعدتها في تقييم الحاجات بتاعتها بس صراحه ما عرفتش امسكها. بس خلي بالك في المره الجايه عشان احتمال توقعك تاني. نسيبهم بقى ونروح لمكان تاني. وبالله الصديقه اللي اخيرا عرفنا اسمها واللي هي ايفا بتكون انقذت صحابنا الاثنين. وبعد ما بتنقذ ايميلي والخادمه بتاعتها بيقعدوا مع بعض يستريحوا. فايميلي بتطلع غرض من معاها وبتديها لايفا وبتقول لها ان الغرض ده يمكن تحتاجيه في يوم من الايام لو انت بقيت في خطر فاستعمليه وانا هنجيلك على طول انتقال اني. فبتشكرها. وبعد ما بيستراحوا بيمشوا وهم ماشيين ايميلي بتقول لها انا في يوم من الايام لقيت ارواح بتكلمني او حاجه بتكلمني وتروح لأمة الشمال. وطبعا كان قصدها على بطلنا لما هي راحت له يا صديقي ولكن هي ما بتكملش وبتقول لها بس كده. فهي اول ما بتسمع ايفا كده بيكون في وراها حاجه وشكل فيه انها كبيره يا صديقي. بتسيبها وبتقول لها اهو لحد هنا بقى انا هقدم استقالتي معاكم. نسيبهم بقى ونرجع لابطالنا وبنقول لهم ان هم واقفين مع رئيس النقابه وبقول لهم صراحه كده انا لقيت في دوشه اليومين اللي فاتوا عن فرقه مسموهم المطرشمين. لا قصدي فرقه مسموهم المطرقعين. فعايزينهم يعني ان هم يخلصوا على اموات الاحياء بما انهم اقوياء وعاملين شغل عالي في اخر فتره وقاعدين يخلصوا مهمات بطريقه عبيطه. فطبعا هم بيبصوا لنفسهم وبيكونوا مصدومين. واكتر واحد مصدوم فيهم يا صديقي هو بطلنا لانه مفكر ان العالم ده ما فيهوش كده ولكن ده فيه كل حاجه يا صديقي. ما تخيل اموات احياء سحر شعوذه ايا يكن في الحياه موجود في ديت. فبطلنا بقول له عم انت بتقول ايه مفيش الكلام ده. بقول له لا يا اسطى انتوا فرقه جامده انتوا فرقه مطرقعين هتخلصوا عليهم بطريقه واحده من صباحكم. فطبعا بيوافقوا. ما هي كده لبسوها خلاص بيرجعوا البيت وبيكونوا قاعدين مع بعض. وبطلنا بيقول انا عايز ارجع العالم بتاعي فازاي هرجعه. فالمعلم بيرد عليه وبيقول له عشان اديك معلومات او اديك اي فايده عن العالم ده برضك انا لازم برضك يعني اروح ديماس وحاجات من كده وقاتل وحوش وما الى ذلك. فبطلنا شنكار بيقول له يا عم ديماس مين انت عايز تموت الواد ولا ايه لازم يتدرب ويكون اقوى وعضلات وبتاع ومهارات. فبقول له خلاص نعلموه وندربوه. فهم بيتفقوا على كده وبيبداوا تعليم بطلنا من الصبح. وبنكتشف بقى ان عمنا دايروس معاهم واللي هو رئيس النقابه. وبقول انا جيت يا اسطى عشان اديك عضلتين زياده ولا اكبر لك عضلاتك. فبطلنا بيبقى فرحان ولكن الابتسامه ده اللي بتروح اول ما بيبداوا تدريب لانه بيتعجن تدريب منهم الاثنين دايروس وشنكار يا صديقي. واحد يدربه على الرمايه والتاني يدربه على مهارات الجسديه. فبيجي اخر اليوم وبيكونوا كلهم قاعدين ومجتمعين. فبتمشي جيو وتانية لان عارفين ان انا عايزه تقول
بتقول حاجه لبطلنا وبتروح له بتبص له كده صديقي بنظراتها البريئه وبتقول له انت هتسيبنا وهتمشي. فبقول لها اكيد هيجي يوم وهضطر ان انا هعمل كده. فبتقول له خلاص انا عايزه اشكرك على كل حاجه انت عملتها عشاني، وبتدي له جرعه الشفاء لانه تعب النهارده. فهو بيشكرها وبقول لها ما تقلقيش ان شاء الله كل حاجه هتكون بخير. بتطمنها فينا والصحاب وانت عايز ترجع للعالم بتاعك. وبعد ما بيخلصوا القعده الجميله ديت بينتقلوا بقى عشان يبداوا يصطادوا وحوش هم الثلاثه، وبيلاقوش غير هو وحش فبيحاولوا ان هم يدوروا عليه. فصاحبنا شنكار بيحس ان في حاجه في الغابه اللي جنبيه فبيجهز سلاحه فبيلاقي بنت طالعه، وبنكتشف ان دي مين يا صديقي؟ ان هي ايفا. وبتقول لهم معلش اصل انا جيت هنا بالغلط وكنت تايهه وخلاص انا عرفت الطريق وهرجع، وانا اسف لو زعجتكم في اي حاجه. وبتحسس على دراع شنكار بطريقه غريبه وبتقول الدراع دي مش انا قطعتها، ازاي في جزء منها اتشال؟ اكيد في حاجه غلط. وبتسيبهم وتمشي. مش قلت لك يا صديقي ان البت دي وراها حاجه؟ كده بقى منها. وبنلاقي ان ابطالنا برضك مكملين يجروا على الوحش الغلبان، وبقول لهم سيبوني يا اولاد الذين، هو انتوا عايزين تخلصوا عليا؟ وبنلاقي وصل لطريق مقفول فبقولوا له بس هنا بقى همشي وهخلص عليك للنهايه. وبيجهزوا هجمه ولكن بنكتشف ان ده كان فخ من الوحش، وان الوحش ده في حد بيتحكم فيه، او الوحوش دي في جزء منها حد بيتحكم فيها. وبنعرف اللي بيتحكم فيها هو ايفا. البت دي قلت لك يا صديقي ان مش هيجي من وراها خير. وفجاه من العدم بينطلق وحش وبيضرب بطلنا وبيوقعه على الارض وبيكون سائل في دمه وبيكون مش قادر ان هو يعمل اي حاجه. وشكلها دي نهايته ولا ايه؟ بطلنا شنكار بيبص لنا وبيقول لها بسرعه استخدمي سحر الغولم بتاعك وخديه ومشي من هنا وانا هحمي ظهركم. بتعمل كده بسرعه وبتاخد بطلنا على الوحش. وبطلنا بيقول لا لا رجعني ليه؟ هم بيستهدفوا شنكار مش بيستهدفوني. ولكن ما بتسمعلهوش وبتكمل في طريقها. وبنكتشف ان في 5 6 7 وحوش بيجروا منها. فبتلاقي بسرعه كهف فبتخش جواه وبتسد مدخل الكهف، ولكن الوحوش برضك بطاقتها السحريه بتخترق الكهف ده. فبطلنا بيكون في حاله حرجه خالص فبيحاول ان هو يستخدم الشفاء، ولكن بيقول انت لازم تستنى شويه عشان تقدر تستخدم المهارات ديت، واننا بتعافر على خيرها. بتعافر عشان بطلنا ما يموتش ولا هي تموت، وفي نفس الوقت الوحوش برضك ممكن تخلص المنى بتاعتها. وبطلنا بيبقى عارف ان هو لو فضل على الحاله ديت فكلهم هيكونوا في عداد الموتى. فبيحاول تاني مره واخيرا النوبات بتنجح والمهاره بتشتغل عليه. وكمان بتجيله مهاره زياده وهي مهاره الاستدعاء، فعلى طول بيستخدمها وهو مش عارف هي ايه. هو بيطلع له وحش اسطوري جبار بيكون مليان بالرعد من كل مكان، وهو بيقول لهم انتوا الان في عداد الموتى وشايفهم كانهم صراصير، وهي ضربه واحده من رعده بيخلص على عشرات الوحوش في لمح البصر، وبيكون خلصوا من الوحوش اللي قدام منهم. ولكن بنكتشف ان الوحش الاسطوري ده طلع المعلم وهو اللوط اللي مع بسطلنا، وبيقول له عم هي طاقته خلصت وما ينفعش استخدم المهارات ديت لان انا كده كنت في كامل او جزء من قوتي يعني. بيقول له خلاص ماشي بس يلا عشان نلحق شنكار لان انا متاكد ان في حد تاني بيستهدفه، وان اللي حصل ده اكيد تخطيط من حد بس مش عارفين هو مين. نروح عند البت ايفا وبتقول ازاي من اخر مره قابلته هو لسه لحد دلوقتي ولسه بتفكر. وبنكتشف ان ديت يا صديقي هي نفس الالف اللي بطلنا شافها في احلام شنكار. يا نهار ابيض شكلها نار ونار يا صديقي ومحدش يعرف اخرتها ايه. شو بطلنا بقى وهو واقف يقول انا عايز انقذ شنكار لانه خلاص جاب اخره، ويلا بينا بسرعه ننطلق لانقاذه. وبيكون اكتسب مهاره جديده وبيقابلهم شويه وحوش فبيفعل القوس السحري وهي ضربه بتخلص على عشرات الوحوش. فلانا تسكت يا صديقي لا والله تستخدم هي كمان سحرها الجبار اللي بتخلص على كل الوحوش. بطلنا بيقول في عقله باله الظاهر ان هي مش محتاجه لي في اي حاجه. وبيكونوا وصلوا عند شنكار وبيكون حالته في النازل يا صديقي، الوحش مرجله على الارض والدنيا خراب في خراب. بطلنا بيحاول ينقذه من ايد الوحش ولكن الوحش ده بيسمى بالذئب الفولاذي بسبب درع الفولاذي الذي لا يكسر بسهوله. بطلنا بيضرب عليه كذا ضربه ولكن بدون اي فايده. الوحش بيهجم على بطلنا شنكار فصاحبنا بسرعه بيفعل عقد الرابط فبيرجعه المكان، ونانا بتستخدم السحر بتاعها والوحش بينزل هجمات وبطلنا مش عارف يعمل ايه. بيحاول يشفي شنكار ولكن بدون اي فايده، وشكلها دي نهايتهم ليه السحر بيخلص من نانا وبيغمى عليها. والوحش بيستغل هذه اللحظه وبيهجم بسرعه هجمه فتاكه، ولكن بنلاقي شنكار صد الهجمه لان قوته رجعت له ولكن في خلال 10 دقائق. فشنكار بيقول له تعالى لي يالا ده انا هسلخك واوريك اللعب على اصوله. وبياخدوا ضربه فتاكه بيجيب اجله لورا، ولا تقول لي درع ثلاثي ولا درع فولاذي، وبيطير في الجو وبيفعل هجمه جباره وهي ضربه بترجع لهم راس الوحش مفيش غيرها. وبطلنا بيكون مصدوم من اللي عمله شنكار ولكن بيرجع تاني لطبيعته لان خلاص مهله ال10 دقايق بتكون خلصت. وبيرجعوا على النقابه وبيستلموا المكافاه بتاعتهم بسبب ان هم خلصوا على الوحش، لان الوحش ده لو كان دخل المدينه فكان هيخلص على الاف الناس في لمح البصر لانه وحش جبار ولا يستهان بيه. وبيقرروا يروحوا يشتروا من عند عمنا كلونيا لان هو اكبر تاجر فيك جمهوريه مصر العربيه. وبيروحوا هناك وكل واحد بيجيب لهم عده شنكار ونانا وبطلنا كمان، ولكن الفلوس بتكون كتير ولكن ده ما يشغلناش فخلاص يعني نشتروا. فبعد ما بيخلصوا بيقرروا ان هم يروحوا يستراحوا شويه في الشقه وبيقعدوا كده مع بعضيهم، ولكن درجه الحراره النهارده بتكون عاليه. فبطلنا بيقرر ان هو يطلع يجيب شويه معدات تساعدهم في الحراره دي. بيقابل صاحبنا كلونيا وبيقول له يا عم انت ازاي ما بتتاثرش من الشمس؟ انت ايه ما بتحسش ولا ايه؟ بيقول له صاحب البدله اللي انا لابسها ديت مش موجوده غير عند العبد لله فهي بتحافظ عليك من الشمس وبتظبط درجات الحراره. بقول له انا عايز من ديت. بيقول له للاسف فيروح عند النقابه وهم يحاولوا يجيبوا لك منها. وبيروح النقابه وهناك بيقولوا له انك انت لازم تجيب زهور سحريه عشان تحافظ
على سحر جودة البدلة والخامات بتاعتها وكده. فهو بيقول لها تمام، وبتاخده عشان توري له المكان اللي هيجيب منه الزهور. وبيمشوا، وهناك يا صديقي بنكتشف كمية كبيرة من الورود، وبتكون دي من نصيب بطلنا. بيرجع البيت وبيخلصوا وبينطلقوا في رحلتهم الجديدة اللي هي للدماس، وبطلنا بيسلمهم لكل واحد في انهم البدلة اللي هو عاملها خصيصها اليوم، وبيكون كلهم فرحانين من اللي بطلنا عاملهم عليهم لان هو تعب فعما جاب لهم الحاجات ديت. بنشوف ابطالنا وهم متجهين لاول رحله ليهم، وبطلنا بيحس بشويه دوار فبيقف يريح، وهناك بيلاقي شويه ميه بيغسل فيهم وشه، ولكن دي مش بتطلع ميه، ده بتطلع كائنات تدعى بالسلايم. فشنكار بيفهم بطلنا ان هو لازم يستخدم جسده مش يستخدم مهاراته، لان في اي مأزق ممكن يقابل وحش ما يقدرش فيه يستخدم المهارات اللي هو متعود عليها دايما. بياخد منه الشعله اللي مع شنكار وبيروح على عمة الوحوش وهو متحمس، وهناك بتكون الصدمه لانه ما بيقدرش يصيب اي وحش من اللي موجود، وبيقدر وحش من الوحوش انه يكتم على نفس بطلنا وبيبقى مش قادر يتنفس. وفي هذه اللحظه بيبدا جسمه يسخن وبيكتسب مهاره جديده واللي هي النار، وبسبب كده الوحوش بتبعد من عنده، ولكن مفكر ان هم يستسلموا، لا والله بيتجمعوا حوالين بعض، وبطلنا بيقف بكل شموخ وبيقول لهم تعالوا لي ده انا هموتكم بالشعلة ريكا. ولكن ده كله بيروح سدى بسبب ان شعلته بتطلع صغيره، فالوحوش بتديله ضربه بترجعه لشنكار، وبيكون بسبب الارهاق بيرجعوا تاني يكملوا رحلتهم. وهناك بيعدوا على شوية كرويين بيكونوا محتاجين المساعدة بسبب الأموات الأحياء، فهم بيقولوا لهم ليه ما طلبتوش النقابة، فبيقولوا لهم احنا بعت لهم رسالة ولكن ما حدش رد علينا لحد هذه اللحظة، وفي فتاة هي اللي أنقذتنا، فبيقرروا إن هم يساعدوا الكرويين وينقذوهم من الأموات الأحياء. وهم ماشيين بيقابلوا فخ كل مكان، شنكار لسه يحذر بطلنا فبيبدأ إن هو يقع في الفخ الأولاني، فهيمسك لسه في حاجة بيلبس في الفخ الثاني، فشنكار بيبص له وبيقول له بخلي بالك بعد كده، وبتطلع لهم الخبيره اللي كانت عامله الفخاخ دي كلها للاموات الاحياء، وهيبك بيتعرف عليها بتقول لهم تعالوا ورايا عشان تفهموا الحكايه. شفت الجرس اللي فوق ده؟ فهو ده سبب كل الحكايه، هو اول ما يبدا يرن تبدا الكائنات في الظهور، ولعلمكم الكائنات دي مش بتموت بسهوله. وتعالوا بقى بره عشان نبدا افهمكم كل حاجه من بره. ولسه هيطلعوا ولكن الجرس بيرن وبتبدا الاموات الاحياء تخرج لهم من تحت الارض، وبيكون عدد هائل، فهي بتقول لهم بسرعه تعالوا ورايا، وبيخش الكنيسه والوحوش كلها لحظات وهتهجم وتكسر الباب. فشنكار بيقول لنا وهيبك اطلعوا فوق وشوفوا مين اللي بيرن الجرس ده، اما احنا هنا فهنتصدى للوحوش ديت. وبيقول لها انت جاهزه؟ وهي بتقول انا جاهزه، وبيهجموا على الوحوش بكل حماس، بينزلوا تغدغه فيهم من كل مكان. وفي الصعيد الاخر بنكتشف ان اللي عامل الحوار ده كله هي الفتاه اللي تدعى باسم ايفا. وبنطلع فوق الكنيسة عند بطلنا وبيكتشف ان مفيش اي حد، بيسمع صوت القتال وبيلاقي ان شنكار في مأزق، فبيحاول ان هو يبدأ يقيم كل حاجة في المكان، وبيكتشف ان في هنا لعنة غريبة تدعى المرآة السحرية. بنكتشف اللي حاطط المرآة دي هي نفس الفتاة اللي بتهاجم شنكار في كل مكان. هتفكر بطلنا هيستسلم؟ لا والله، بقوة الصداقة هو ونانا بيفعلوا اقوى الهجمات ليهم وبيطلقوها على المرآة، واحدى الهجمات دي بتقدر تصيب المرآة الثانية، وبسبب كده بتبدأ اللعنة ان هي تختفي واحدة واحدة، والكائنات اللي ظهرت بترجع ان هي تتطهر من اول وجديد، وبيجتمعوا هم واهل القرية. وبيكون بطلنا حزين لانه بوظ لهم من الجرس اللي كان بيصحيهم في كل ميعاد يعملوا فيه في الشغل، فبيقولوا له يا باشا ولا يهمك احنا فرحانين لانكم انقذتونا وانقذتوا قريتنا، فالجرس ده يا عم في لمح البصر هنقدر نصلحه. والجميع بيكون سعداء وبيودعوا اهل القرية عشان يكملوا الرحلة اللي هم بدأوا. نشوف ابطالنا بعد ما انطلقوا في رحلتهم، وبعد ما بيوصلوا المدينة بيقابلوا حارس وما بيرضاش يدخلهم، ولكن هيبك بيطلع رسالة من معاه فبيعدهم الحارس. وفي مكان آخر بنلاقي صاحبتنا ايميلي ماشية في غابة ومش شايفة أي حاجة، ولكن بتلمح مرة واحدة وقلادة واقعة على الأرض، ودي نفس القلادة اللي هي اديتها لإيفا، فبدل هي هنا يبقى هي في خطر. بتبدأ تفعل الرابط اللي ما بينها وما بين إيفا، وبتبدأ تنطلق لمة الاتجاه اللي هي فيها. وعند إيفا بقى بنلاقي إن هي قاعدة تراود وحش من وحوشها وشكلها ناوي على حاجة تانية، وبتحس إن في حد بيقرب منها فبتعمل نفسها إن هي بتتهاجم من وحش، لان بتعرف ان ايميلي هي اللي وصلت، وبتبدا ان هي تفعل جدار على الوحش عشان ما يوصلش لايفا. ما تعرفش ان هي ديت هي سبب المشاكل كلها، ولكن بتتفاجئ غير العاده الضحكات بتطلع من واحده مفكراها صديقتها قاعده تضحك بكل تكبر ومش فارقه معاها ايميلي. بتقول لها لحد امتى هتفكريني صديقتك؟ بص يا بنتي انا مش صديقتك ولا بتنجان، انا استغليتك عشان اعرف منك بس مكان حاجه انا كنت عايز اعرفها، وبعد كده هرميكي زي اي حد بستغله. البنت ما بتتملكش نفسها وبتقع من كتر الصدمه اللي
هي مش مصدقاها، بتبص لها وبتقول لها ليه بتعملي معايا كده على ما اني ما اذيتكيش واعتبرتك اول صديقه ليا في العالم ده. بتقول لها وانا هصاحب واحده عندها 56 سنه هعمل بها ايه؟ الكلمات دي بتنزل عليها بتجرحها وما بترضاش ان هي تيجي على كرامه نفسها، وبتفعل اقوى هجمه ليها عشان تنهي على ايفا بسبب ان هي خانتها وطعنتها في قلبها بعد ما فكرت ان هي صديقتها. والهجمه دي بتكون وصلت لايفا، ولكن دي بتبتسم لها وبتفعل المرايه السحريه. الهجمه بتترد عليها التاني، وبتكون دي اخر لحظه لايميلي ان هي تفتح عينيها. بتبص لها ايفا بشغفها وبتسيبها وتمشي. بنروح بقى لابطالنا وبنلاقيهم ان هم قاعدين يتكلموا وبيقولوا عشان نبداوا في الدماس فاحنا لازم نعملوا خطه للدماس عشان النقابه تقبل بينا. على طول بتتدخل نانا وبتقول لهم سيبوا الطلعه دي عليا، انا اللي هعمل الخطه وانا اللي هركب كل حاجه في مكانها. بتبدا نانا تشتغل كانها مدرسه وعندها خبره كبيره. وبعد ما بيخلصوا عادتهم اللذيذه انطلقوا للنقابه، وهناك بيقابلوا المشرفه بتاعه المكان وبتقول لهم عشان توصلوا لدماس فلازم خطه محكمه. بيطلعوا لها الخطه اللي عملتها نانا، بتفضل تقرا فيها كده وهي مصدومه لان الخطه ديت كأن واحد خبير هو اللي عاملها. بتسمح لهم بالعبور وابطالنا بينتقلوا للدماس، بيلاقوا ان المكان هادي وده شيء غير المعتاد. شنكار بيقول للهيبك انا عايزك تركز معايا عشان اللي جاي بعد كده ما هيبقى حكايه. وهما ماشيين بيقابلوا شويه وحوش صغيرين من السلايب بيبداوا يهاجموا عليهم، وبطلنا بيحس ان هجماته ما عادتش بنفس الدقه لما كان بره دماس لان التصويب بدل ما كان 100 بقى 60. وبنعرف ان سبب الحاجه ديت هو الاله اللي مديله النظام ومديله القوه دي كلها. فالاشاره بقت ما بينه وما بينه ما عادتش زي الاول، وبسبب كده هي طاقته قلت. وهما ماشيين بيتصدموا بجدار قدامهم، ولكن ده مش جدار عادي، ده جدار سحري. بطلنا بيقيمه وشنكار بيبدا يجهز هجمه وبينطلق عليه، ولكن دي ما بتاثرش في الجدار. شنكار بيقول لهم ده عايزه هجمه بعيده المدى، يلا يا نانا استخدمي سحرك ودمري الجدار ده. بتعمل كده وفعلا بتنجح في تكسير الجدار. واول ما بيعدوا لسه هياخدوا نفسهم ولكن بيلاقوا وحوش بتهجم عليهم. بطلنا شنكار بيبدا ان هو يهجم على الوحوش ديت ومش بيستنى، وبطلنا كان هيتصابوا ولكن شنكار بيلحقوا في اخر لحظه. بيفضلوا يهاجموا لحد ما بيخلصوا على كامل الوحوش. وصديقنا بقى بيكون قاعد زعلان لانه حاسس ان هو عيب على الفريق، ولكن هم بيقربوا منه وبيقولوا له انت ولا عيب ولا حاجه، انت واحد مننا، يعني لو انت ضعيف يا عم احنا هندربك ونخليك اقوى، ويلا احنا مش فريق انما احنا عيله واحده هنمشي مع بعض في كل الصعوبات وفي كل الطرق. وهو بيفرح بسبب الكلام المشجع والمحفز اللي هم قالوه له، وبسبب كده بيرفع معنوياته وبيبداوا ان هم يكملوا رحلتهم. وهناك بيطلع بيقابل وحش فبيجهز ضربه فتاك عليه، ولكن للاسف ما بتجيش فيه، ولكن انا ما بتسيبوش يعدي مرار الكرام وبتديله هجمه بتفرتكه الاشلاء ويكملوا طريقهم كالعاده. وبطلنا بيحس ان في حاجه غريبه، لكن المفاجاه ان بيطلع ده فخ انتقال آني وممكن يوديك للمريخ ويرجعك الارض يا زميل، فعلى حسب الفخ قوي ولا ضعيف. فشنكار بيقول لهم بخلي بالكم وشكرا ليك يا هيبكت، والله طلعت يا عم ليك عازه وهو بتساعدنا في كل حاجه. بيقول له شكرا وبيبداوا ان هم ينزلوا للطابق الثاني. وهناك بيقابلوا زنزانه ملك الدماس اللي هم لو خشوها وخلصوا عليه فكده كل حاجه انتهت وهينهوا على الدماس. ولكن شنكار بيقرر يعلم بطلنا شويه مهارات قبل ما يبداوا الرحله لاخر وحش في الدماس. وهنا تبدا المتعه والصحاب بيقعدوا عشان ياكلوا مع بعض ويجهزوا نفسهم للتمرينات اللي هيجهزها لهم شنكار. وبالليل تاني يوم بطلنا بيبدا ان هو يتدرب على المهاره الجديده وهي الانتقال السريع من غير ما يمشي ابو صحاب. زي ما انت شايفه كده قاعد يتزحلق يمين شمال بطريقه غريبه وعشوائيه اللي هو ما فيش اي وحش يقدر يصيبه بسهوله. واول ما بيوصلوا المكان بيتفاجئوا لان باب الزنزانه بيفتح لوحده وبيطلع منها مجموعه من المغامرين. ايه اللي بيحصل ده؟ بيقعوا كلهم على الارض وبيبدا سحر غريب يجي ورا منهم، ولكن شنكار بيندفع لامه الباب وبيحاول ان هو يصده، وبيكون الوحش خلاص هيقرب السحر ويخلص على المغامرين. واننا على طول بتفعل سحرها وبتحرق سحر الوحوش اللي جايه عليهم، وبكده انقذوا المغامرين من الهلاك. بطلنا بيصعب عليه المغامرين وبيقرر ان هو ما يسيبهمش في الحاله ديت وانه يجهد نفسه وان هو يشفيهم كلهم. وبالفعل بيبدا يستخدم سحره الجبار وبيشفيهم كلهم. بيقولوا لهم ايه اللي حصل. المغامرين من كتر الرعب بيقولوا لهم ان جوه مش وحش عادي، لا ده وحش بيمتلك سحر جبار يقدر يدمر اي حاجه في لمح البصر، وغير كده كمان فهو معاه وحشين مساعدين. ابطالنا ما بيسيبوهمش وبيطمنوهم حقكم هيرجع لكم وهنخلصوا على الوحوش دي كلها في لمح البصر. وبينتقلوا لزنزانه الوحش وهناك بيلاقوا المكان طبيعي والجو هادي والشمس طالعه والدنيا رايقه. شنكار بيعرف بطلنا ان في اي لحظه ممكن تلاقي هجوم مختفي، فجهز لنفسك وفعل الخريطه وعرفنا الوحوش جايه منين. بيعرف شنكار بسرعه وشنكار لهم بالمرصاد خش عليهم يا وحش الجبار، هي ضربه بتنهي الاثنين. ولكن المشكله بقى مش في كده، المشكله ان في سحر بيبدا يطاردهم كلهم فجاه، والسحر ده جاي منين مش عارفين. وفي اخر لحظه بطلنا بيحس ان السحر ده هيتمكن مننا فبيزقها وبيضحي بنفسه، وكأن السحر ده كان مستهدف بطلنا وعايز يجيبه هو مخصوص مش عايز يهزي اي حد تاني. وابطالنا بيقفوا مصدومين مش عارفين يعملوا ايه. وعشان نفهم ايه اللي حصل بنرجع بالماضي سنتين وبنلاقي ان ايفا اصلا كانت دخلت الزنزانه قبل منهم وخلت الوحش ده بقوه جباره. وكمان مش غير كده ده خلته هيجان لابعد الحدود، وده اللي خلى الوحش يمتلك قوه جباره وسحر زي ما انت شايفه بالصحاب.
وبنلاقي بطلنا قاعد يهرب من هجمات الوحش، فالوحش بيقول له ما بديهاش، بيفعل عليه حاجز سحري ما يخلوش يهرب من المكان، وبطلنا بيكون في مأزق ومش عارف يعمل ايه. نرجع للشنكار وبنلاقي ان الرابط اللي ما بينهم وما بين بطلنا بيبدأ يشتغل، بيقود ليامة الاتجاه اللي بطلنا فيه، بينطلق مسرعا عشان ينقذ بطلنا من المأزق اللي هو فيه. وبنلاقي بطلنا بسبب المهارة اللي اتعلمها من شنكار بيتفادى كل المهارات. الوحش بيتضايق منه وبيقرر ان هو يخلص عليه بسرعة ويفعل اقوى هجمة عنده، ولكن بطلنا على اخر لحظة بيسمع صوت شنكار وبيقول له بسرعة بسرعة استدعيني المكان، ولكن بيجي يستدعيه فبيستدعي وحش تاني غريب. بطلنا بيقول له الحق بسرعه الوحش هيهجم علينا ويخلص علينا، بيستخدم عليه السحر وبوم بيثبته مكانه. الوحش مش بيقدر يهاجم عليهم، بيقول له بص افهمك حاجتين وهتلاقيني منطقي المكان، عشان انا وقتي هنا محدود. يعني لو في حد تاني مثلا قوته 40 او مستواه 40 وانت مثلا مستوى 20، تقدر انك انت تنقل مستواك لمستواه وتخليه هو بدل 40 يبقى 70، ولكن بسبب كده فانت هتفقد قوتك على السيطره وممكن يغمى عليك كمان. بطلنا بيشكره على القوه اللي هو اداها له، والوحش بيختفي من المكان. بطلنا بيبدا يستدعي شنكار والوحش بيبدا ان هو يتشال من عليه القيود اللي كانت عليه، وهو بيبدا يهاجم على بطلنا وشكلها دي نهايته ولا ايه. ولكن بيظهر في مين؟ الوحش الجبار بيصد الوحش وبيرجع عند بطلنا. بقول له اللي على كده انت نسبه فوزك كام؟ بقول له نسبه فوزي 50 واحتمال كمان اقل من كده، لان الوحش ده قوته غير محدوده وكمان قوته اعلى من المعتاد. بطلنا بيقول له يا باشا سيب الطلعه دي عليا، او بيبدا ان هو ينقل 20 مستوى ل 40 المستوى اللي في شنكار، وبينطلق على الوحش بهجمه تكاد تكون مستحيله ان هي تتصد، لدرجه ان الوحش بيتبخر من المكان. وبيكونوا هنا قضوا على وحش دماس، فبيبدا ان المكان يهدى ويرجع تاني لطبيعته. وبطلنا بيلاقي ان في جوهر مرمي على الارض غريب، ومفكر ان هو اول ما يمسكه هيبقى غني ومليونير. واول ما بيمسك الجوهر ده بيبدا الاله يتخرع وبيقول له لا اتركه بسرعه اتركه ده فخ اوعى تمسكه، ولكن قد فات الاوان. بطلنا بيمسكه وبيبدا ان هو يتفعل الانتقال الاني لمكان لا عوده منه، والاله بيبدا ان هو يضخ كل السحر اللي عنده ويضخ كل المانع على امل ان هو يبطئ الفخ ده، وعلى الاقل خالص يطلع بطلنا سليم منها. ولكن برغم ان هو اله وقوته جباره ما بيقدرش ان هو يبطل الفخ ده. شنكار وانانا بيجروا عليه على امل ان هم يشدوه، ولكن الحاجز اللي ما بينهم وما بين بطلهم بيمنعهم بسبب قوه الفخ ده. ولكن بطلنا في مظهر مؤثر بيبدا يقول حد ينقذني، وبطلنا بيختفي من العالم للنهايه. وشكلها ديت نهايه بطلنا يا ابو الصحاب. ولكن رايح فين؟ ان كنت مفكر ان دي نهايه فاحب اقول لك لا، انا محضر لك الحلقه الجديده، فوصل الفيديو ده ل 20 لايك، وعشان ما اطولش عليك يلا سلام.